يوجد سجين هارب من سجن وادي النطرون يختبئ في قصر الرئاسة بالمواصفات الآتية: له شكل خروف، أفكار إخوان مسلمين، رضاعة أخوان مسلمين، حفيد حسن البنا. من يجده أهو الصورة إيه؟ أهو 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 أهو. من يجده يسلمه للثوار أو شعب مصر الأصيل الحر بميدان التحرير الذي امتلأ الآن أعداده تجاوزت 7000 متظاهر. مليون، آسف 7 مليون. في حين ان الاعلام المضلل والتلفزيون الاخواني المصري يكتب على شاشات التلفزيون حاجات عارة تماما من الصحة، يقول ان الارقام لن تتجاوز 4 مليون. هذا الكلام عاري تماما من الصحة، لأننا نعلم جميعا أن هذا التلفزيون المصري يخضع للوزير الإخواني وزير الثقافة عبد المقصود الإخواني الذي يضلل شعب مصر بالحقيقة. الأخبار الجديدة: الجيش المصري ينتشر في جميع شوارع مصر وخاصة القاهرة، ويخصص أرقام تليفونات فعلية لكل منطقة في محافظة القاهرة لاستغاثة المواطنين في حالة تعدي أي أحد من الإخوان على المتظاهرين. بمعنى أوضح، السياسة أو الخطة باينة قوي من الجيش إن لو إحنا من فضلكم يا جماعة، ده أخبار مهمة هتفيد الجميع. الخطة واضحة قوي ان لو في تجمع زي كده مثلا، زي الناس هتوصل للجيش ارقام التليفونات وتتصل وتعمل وسط الهيصة. معروف الاخوان بتدس، الثوار عاملين مجموعات زي اللجان الشعبية اللي كانت يوم 28 يناير في 4 أو 5 من كل تجمع، بيطلعوا في مكان بعيد شوية بيبلغوا قوات الجيش، مش الشرطة، الجيش وليست الشرطة، بيبلغوا قوات الجيش بان في فتنة ستحدث من مجموعة من الاخوان المسلمين، بيتم تدخل الجيش فورا في ساعته وتاريخه. الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة. يا سيسي يا سيسي يا سيسي يا سيسي، مرسي ده مش رئيسي، مرسي ده مش رئيسي. يا سيسي يا سيسي، يا سيسي يا سيسي، مرسي ده مش رئيسي، مرسي ده مش رئيسي. شكرا، ونترك المايك للشباب، شباب مصر، شباب